السلام عليكم. ردا على ما جاء في قناة الشرق الجزائرية إعلام العار من إهانة إلى المغرب والمغاربة وإلى شخص جلالة الملك محمد السادس. أولا أسباب الرد: أنا مواطن مصري لا أحمل الجنسية المغربية ولا أحمل الجنسية الجزائرية، أي أنني حكم عدل وشاهد على الأحداث، رأيت وسمعت وشاهدت وقرأت وحللت. ثانيا، أنا أعيش في هذا البلد العظيم وأقيم فيه، وكل ما يهمه يهمني، وكل ما يمسه يمسني، وأزود عنه بدمي وروحي. ثالثا، هذا الرد ليس موجها إلى الشعب الجزائري الشقيق العظيم الذي دفع من أبنائه البررة، ليس كما يقولون 1.5 مليون شهيد فقط، وإنما 7 مليون شهيد، وإنما موجه إلى إعلام العار المضلل وإلى الجنرالات الذين يصنعون عدوا وهميا للشعب الجزائري، الذين يضيعون مقدرات الشعب الجزائري في دعم جبهة البوليساريو. من لديه حكمة ومنطق يدعم هؤلاء البوليساريو ويصرف عنهم ويعطيهم المال ويعطيهم السلاح؟ وهذه الأموال جميعا من مقدرات الشعب الجزائري ومن أرزاق الشعب الجزائري. لذلك كان قد قام الشعب الجزائري بثورته العظيمة. أنتم لا تعرفون جلالة الملك محمد السادس، وربما لا تريدون أن تعرفون، وربما تعرفون وتنكرون، وربما تعرفون وتحقدون وتكرهون. جلالة الملك تولى حكم البلاد سنة 1999، نقل البلد قام بعمل ثورة صناعية وثورة سياسية وثورة اجتماعية في البلد. أينما وليت وجهك في هذا البلد تجد العمل قائما على قدم وساق، وليس من رأى كمن سمع. هذا ما رأيته بنفسي. لقد أنشأ هيئة الإنصاف والمصالحة، تبنى منهج وسطي، والبلد يعيش في أمن وأمان. كان المهندس الحقيقي لعودة المغرب للاتحاد الأفريقي. كل هذه المنجزات وغيرها منجزات اقتصادية، كمشروع البراق العظيم الذي تكلف 23 مليار، كميناء طنجة المتوسطي الذي قام بتوسعته وتكلف 22 مليار وأصبح أكبر ميناء في حوض البحر المتوسط. هذه إضافة على ذلك وفوق كل هذا وذاك، سوف أترك لكم فيديو مفصل منجزات الملك محمد السادس بالتواريخ والأرقام أسفل هذا الفيديو. الرابط سيكون أسفل هذا الفيديو. أنا ما يهمني الآن ليس أرقاما فقط، وإنما أن أقول أن الشعب المغربي والملك محمد السادس هكذا، وهذا ما رأيته. أنا قبل أن أرى الملك محمد السادس رؤيا العين وهو يسير في الشارع ويسلم على الكبير والصغير والأطفال والناس تهتف باسمه، كنت أعتقد أن الحاكم العربي شبح لا يمكن أن نراه. أنا في حياتي لم أرى مسؤولا كبيرا، وزير حتى مثلا، لكن عندما أتيت إلى هنا رأيت العاهل المغربي يسير في الشوارع والناس تهتف باسمي، وذهبت إليهم لأسمع ماذا يقولون. قلت ربما يكون الأمن هو الذي جاء بهذه الناس تهتف كما كان يحدث في حقبة الستينات، ولكن سبب أن تحب شخصا هو أن يكون قريبا منك هذا الشخص. جلالة الملك قريب من شعبه. سمعت الناس يقولون، رأيت النساء تبكي من حبها، رأيت عيونهم تغرورق بالدموع من هذه الوطنية والصدق في المحبة لهذا البلد ولجلالة الملك. إنهم هم وملكهم شخص واحد في يد واحدة. هذا ما يضيركم، هذا ما يتعبكم. هذا الرجل يقوم بإصلاحات في هذا البلد ليل نهار. هناك عقدة تاريخية من الحكام الجزائريين للمغرب وللمغاربة. هذه العقدة لها أسباب تاريخية، ربما تعود إلى عصر المرابطين والموحدين الذين حكموا المغرب، ربما تعود إلى الدولة العثمانية التي سيطرت على عصر المرابطين والموحدين الذين حكموا الجزائر، ربما تعود إلى الدولة العثمانية التي سيطرت على الجزائر ولم تستطيع أن تدخل المغرب، وظل المغرب عصيا ومستقلا على كل الدول. ربما تعود إلى حرب الرمال، ربما تعود إلى أيام بومدين عندما عبأ المغاربة ورماهم على الحدود بشكل لا حضاري ولا أخلاقي، ورد عليه الملك الحسن الثاني رد بجملته الرائعة وبعبقريته الفذة، وقال إننا نستطيع أن نرسل لكم الجزائريين الموجودين في المغرب على الحمير
ولكننا بلد ذات حضارة وتاريخ، ولا يحكمنا الطيش والتخلف. عقدة تاريخية ربما تكون لها أسباب تاريخية، ربما تكون هذه الأسباب أسباب الاستعمار الفرنسي الذي دام 130 سنة للجزائر، والذي نال استقلاله متأخرا عن المغرب، والذي ساند المغرب فيه الجزائر بكل قوة ودعم، ودفع نتيجته أن قصفت الطائرات الفرنسية، قصفت المغرب وقصفت مدينة طنجة، ودفع المغرب ثمن مساندته للأمير عبد القادر الجزائري. أرجوكم أن تقرأوا التاريخ، أرجوكم أن تقرأوا التاريخ. هذه العقدة التاريخية لها أسباب أيضا اقتصادية. أقول لكم مثلا بالأرقام: مساحة الجزائر 2,381,000 كيلومتر مربع، في حين أن مساحة المغرب 741,000 كيلومتر مربع، أي أن مساحة الجزائر 3 أضعاف مساحة المغرب، أي أنها الدولة الأولى عربيا وإفريقيا ومتوسطيا، والدولة العاشرة عالميا من حيث المساحة. كيف لهذه الدولة العظيمة الشاسعة وكيف لهذه الدولة الصغيرة أن تنمو هذه الدولة وتعيش في استقرار وتعيش في أمان وتعيش في سلم أيضا؟ الجزائر لديه بترول، المغرب ليس لديه بترول. الجزائر ينتج 2 مليون برميل 2 مليون برميل يوميا. 60% من الناتج المحلي الجزائري يعتمد على البترول، 97% من صادرات الجزائر تتوقف على البترول، في حين أن المغرب يستورد البترول. فكيف لهذه الدولة العظيمة التي لديها البترول والمقدرات، وهذه الدولة البسيطة التي مواردها بسيطة، تعيش في أمن واستقرار وتنمو؟ هذه هي العقدة، هذه هي العقدة. كيف لهذه الدولة أن تعيش في هذا الأمن والاستقرار والأمان؟ إنها عقدة حقيقية. كيف يمكن أنتم تتشدقون بالقدس، هل ضربتم طلقة واحدة من أجل القدس؟ هل دخلتم في معركة واحدة من أجل القدس؟ انتبهوا إلى أوطانكم، ادوها فراسكم بالعربي كده، ادوها فراسكم. الإعلام دوت يدور على الحياة اللي ناقصة في بلدك واعملها. أنتم تصنعون عدوا وهميا للجزائريين الأشقاء. هل تتذكرون أم درمان؟ ماتش كورة، أرسلتم 4 طائرات حربية إلى السودان كانت على استعداد لقصف السودان من أجل مباراة كرة قدم. صنعتم للشعب الجزائري عدوا وهميا وهو المصريين والمصريين والمصريين والمصريين. وماذا فعلتم؟ كسرتم جميع محلات الناس المصريين البسطاء اللي عايشين في الجزائر. استوليتم على شركة نجيب ساويرس وخسر 7 مليار دولار. هذا نظام عصابة وليس نظام، إنه عصابة وليس نظام. أردت أن أقول لكم أن الجزائر ليس الشعب، وإنما الحكام الجزائريين، السلطة الجزائرية، إعلام العار، لديهم عقدة تاريخية من تفوق المغرب عليهم في كل شيء. حينما تسير في المغرب في أي وقت في أي آن ترى العمل قائم على قدم وساق، البلد يخطو ويتقدم ويعيش في أمان وفي استقرار. جلالة الملك، هذه الثروة التي عندكم أين ذهبت؟ هذه ثروة البترول أين ذهبت؟ ببساطة شديدة جدا يأخذها الجنرالات يضعونها في جيوبهم وفي بنوك سويسرا، في حين أن النظام في المغرب يخرج من جيبه ويضعه في صندوق الدولة. في جائحة كورونا تبرع الملك ب200 مليون دولار، كذلك تبرع رجال الأعمال. جعل التلقيح مجانا، جعل التلقيح أيضا مجانا للمقيمين، في حين أنكم حتى لم تستقبلون السوريين وطردتوهم، واستقبل المغرب السوريين، في حين أنكم طردتم المغاربة في أثناء الحرب. لم يفعل المغرب ذلك لأنه يتبنى سياسة حكيمة رشيدة. هذا ما يتبناه المغرب، وهذا ما يتبناه جلالة الملك محمد السادس. سأضرب لكم مثلا في الحصار على قطر، حصار السعودية ودول الحصار على قطر. ذهب الملك إلى السعودية ثم عاد من السعودية إلى قطر مرة أخرى ليصلح بين الأشقاء، ولم يرجح كفة على أخرى. في الفرقاء الليبيين استدعاهم الملك في الصخيرات وجلسوا ليكون هناك صلح. جميع الأمور تحل في المغرب، تحل بالهدوء، تحل بالسلم، تحل بالسلام. الملك محمد السادس حصل على ليسانس حقوق، حصل على الدكتوراه في الحقوق. أتحداكم أن يكون هناك جنرال جزائري واحد ربما غير حاصل حتى على شهادة الابتدائية. أنتم لا تعرفون جلالة الملك، وربما لا تريدون أن تعرفون. إنه شخصية عالمية محبوبة تحظى باحترام وتقدير الكبير والصغير وحب حقيقي.
تتبقى نقطة واحدة أن أقول لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بأهل بيتي خيرا، وهذا الملك العظيم من أهل بيت رسول الله. هل تعرفون ذلك؟ ربما تعرفون ولا تعرفون. سوف أقول لكم من هو جلالة الملك محمد السادس. إنه محمد ابن الحسن ابن محمد ابن يوسف ابن الحسن ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن هشام ابن محمد ابن عبد الله الخطيب ابن إسماعيل ابن الشريف بن علي ابن محمد ابن علي ابن يوسف ابن علي ابن الحسن ابن محمد ابن الحسن الداخل ابن قاسم ابن محمد ابن أبي القاسم ابن محمد ابن الحسن ابن عبد الله ابن محمد ابن عرفة ابن الحسن ابن أبي بكر ابن علي ابن الحسن ابن أحمد ابن إسماعيل ابن القاسم ابن محمد النفس الزكية ابن عبد الله الكامل ابن الحسن المسنى ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب ابن هاشم ابن عبد مناف. أي أنه رجل يسري فيه نور النبوة، نور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يحظى بمحبتنا وحبنا وتقديرنا واحترامنا، وليس هذا فحسب، فإنه يعمل دؤوبا ليل نهار. حين تكون في المغرب تسمع وترى الملك في أكادير يفتتح كذا، الملك في طنجة يفتتح كذا، الملك في العيون يفتتح كذا، الملك في الصحراء يفتتح كذا، الملك هنا يفعل كذا، الملك هنا يفعل كذا. في 20 سنة فقط خطى بالمغرب خطوة. لو أن المغرب لديه هذه الثروة الهائلة من البترول التي لدى الجزائر لأصبح المغرب دولة أوروبية، ولا أصبح دولة من دول العالم الأول. لو أنه لديه هذه الثروة، رغم هذه الثروة التي لديكم سيطر عليها الجنرالات والإعلاميين ووضعوها في جيوبهم، في حين أن السلطة في المغرب تخرج من جيوبها المال وتضعه في خزينة الدولة لمعاونة الناس. اللهم إنا لا نقول إلا كما قال المتنبي: إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. اللهم إنا لا نقول إلا ما قال رب العزة: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام عليكم.